تنبيه هام: كل اللي هتشوفه في الفيديو ده للتعليم بس، علشان تتعلم تحمي نفسك والأنظمة اللي بتشتغل عليها. كل حاجة هنا معمولة في بيئة آمنة وتجريبية، ومش مسموح تستخدم المعلومات دي في أي حاجة تضر غيرك أو تخالف القانون. استغلال الهاكر لبورت 23، وده البورت الخاص بالتلنت. وإزاي تحمي نفسك؟ التلنت ده بروتوكول بيشتغل على بورت 23، وده بروتوكول قديم بيسمح لك إنك توصل بجهاز عن بعد. يعني لو عندك في الشركة سيرفر أو سويتش ممكن تدخل عليه من خلال التلنت. بتكتب تلنت والاي بي بتاع السيرفر أو السويتش، وهو غير آمن. يعني البيانات اللي بتتنقل ما بين جهازك وما بين السيرفر أو السويتش مش بتكون مشفرة. عشان كده للحماية ممكن تستبدله ببروتوكول ال SSH. ده المختبر الآمن بتاعنا، ده الكالي المهاجم، وده الويندوز 7 اللي هو الهدف. عشان البورت 23 يبقى شغال على جهاز الهدف ومفتوح لازم يكون في سيرفيس بتستخدمه. يعني لو أنا فتحت بورت 23 في الفاير وول ومفيش سيرفيس بتستخدمه، فالبورت ده هيفضل برضو مقفول. عشان اخلي السيرفيس تستخدمه، عشان كده هعمل انستول للتلنت سيرفر. هسيب لكم رابط تحملوا منه. ودلوقتي هدخل على الكالي وهعمل بينج على الهدف عشان اتأكد ان انا شايفه. عايز اتأكد ان بورت 23 مفتوح، فهكتب ان ماب داش بي يعني بورت 23 والاي بي بتاع الهدف. بيقول لي اهو ان البورت مفتوح. تعالوا ندخل بالتلنت. هكتب تلنت والاي بي بتاع السيرفر. هيقول لي دخل اليوزر نيم اللي هو اللوجن نيم يعني والباسورد. ساعات السيستمز القديمة بتسمح لك بالدخول باليوزر والباسورد اللي هو انونيموس. فلو كتبت انونيموس في اليوزر والباسورد انونيموس والدومين نيم انونيموس، في بعض السيستمز بتدخلني، ولكن هنا ما دخلنيش وجاب لي خطأ. عشان كده هستخدم أداة الهيدرا. الأداة دي بتخمن كلمات مرور. فهنا هيدرا ناقص ال سمول وبعدها اللوجن يوزر اللي هو أنا هكتب أدمن، وبعدين ده ملف اسمه الريكيو، ده بيحتوي على عدد كبير جدا من الباسوردز، وده هو التلنت. أنا هجرب الأول أدمن، يعني هو كده هيجرب أدمن كيوزر، والباسورد هيجرب كل الباسوردات اللي في الفايل ده اللي هو الروكيو.txt. لو ما وصلش ممكن اجرب ادمنستريتور، لو ما وصلش ممكن اجرب نت ادن. ناخد بالنا ان ملف الروكيو ممكن يكون مش موجود عندك، او ممكن موجود ومضغوط. فهدخل على المكان اللي بيبقى موجود فيه، ده الامتداد بتاعه. لو ما لقيتوش بعمل رن للاتنين كوماند دول، فبكده انا بعمل له انستول وبينزل في المكان ده. ولو لقيته مضغوط فبعمل رن للكوماند ده فبيفك الضغط بتاعه. انا هسيب لك الفايل ده موجود في الديسكريبشن تحت، تاخده على طول وتحطه في الامتداد ده بدل ما تعمله داونلود ولا اي حاجة. لو ما نجحتش اليوزرز دي فانا هستخدم فايل فيه ملايين من اليوزرز. بجيبهم ازاي؟ من الموقع ده. بدخل جوه كل واحدة من دول وبعمل كوبي لليوزرز اللي فيها، وبعمل تكست فايل في الهوم، وهسميه يوزر نيمز، وهعمل بيست فيه لكل الباسوردات، وبعدين بجرب. لو نجح بيدخل معايا على طول. كده وصلنا لنهاية الفيديو. فهمك لكل محاضرة بتاخدها هو خطوة بتقربك أكتر لعالم السايبر سيكيورتي. لما تتعلم السايبر سيكيورتي صح هتقدر تكتشف الثغرات وتحدد نقاط الضعف في أي نظام بسهولة، وتكون هاكر أخلاقي محترف. خلي فضولك دايما صاحي، واشتغل على مهاراتك عشان تكون قادر تحمي الشبكات وتحللها بذكاء. المجال ده محتاج ناس فاهمة وقوية، وانت ممكن تكون واحد منهم لو استمريت.